السلام عليكم، يا مساء السعادة على كل اخواتي اللي بيشوفوني. النهاردة بقى فيديو مميز جدا، هعمل معاكم ان شاء الله سويسرول الشوكولاتة بالسبونج البيتي ناجح من اول مرة وبمقادير اقتصادية جدا، وهقول لكم كل حاجة كنت بقع فيها قبل كده عشان السويسرول كان بيبوظ مني باستمرار زي ما قلت في الفيديو اللي فات، وهقول لكم كل حاجة قابلتني برضو في الفيديو ده بكل امانة وبصراحة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. اول حاجه صفرت بوله كده على الميزان بتاعي وحطيت 260 جرام دقيق متعدد الاستخدامات، انا مستخدمه وايت فلاور ار ام. وصفرت الميزان تاني وحطيت 30 جرام كاكاو خام اسباني، لازم يكون نوع كويس عشان يديكم طعم كويس، و4 جرام بيكنج صودا. وعندي 8 جرام بيكنج باودر. البيكنج صودا طبعا عشان خاطر الكاكاو من الحاجات الصعبة في الرفع شوية، فانا بديله عوامل مساعدة انها ترفعه. وبعد كده عندي 6 بيضات. البيضات ديت طبعا انا هعمل صاجين، لو عايزين مقدار 3 بيضات هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وصفرت الميزان كده وبدات احط 200 جرام من السكر حبيبات عادي، ده سكر تموين يا جماعه، فلقيت طعمه حلو جدا وما يجراش اي حاجه لو حطينا سكر تموين، يعني مش هنقول لا. بس كده. وعندي 50 جرام من المحسن الجل. المحسن ده طبعا لازم ما يكونش لا في التلاجة ولا في فريزر زي ما قلت قبل كده، عشان خاطر هيبوظ لكم السبونج وهيطلع معاكم طعمه وريحته بشعه. وعندي 5 جرام خل يعني معلقه كبيره. وبعد كده بقلب بقى الخليط كله زي ما انتوا عارفين كده، وبنخله زي ما حضراتكم شايفين كده. ولازم المقادير كلها تتنخل طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده على البيض، ولازم المقادير كلها تبقى بدرجة حرارة الغرفة. المية بس هي الحاجة الوحيدة اللي ساقعة، والفانيليا هنا ورشة الملح طبعا نسيتهم، فحمدت ربنا طبعا ان انا كنت حاطه خل، هو اللي قام بالواجب بصراحة. الزهايمر اشتغل فنسيت احط الفانيليا، دي اساسي طبعا. فالحمد لله يعني الاسبونج اصلا من الحاجات اللي بيتشال الطبقة اللي فوق دي اللي هي الوش الملزق ده، هو ده اللي بيبقى فيه ريحة الزفارة. فالحمد لله الكيكة طلعت ملهاش ريحة خالص ولا اي حاجة خالص، الحمد لله يعني. بس شغلت العجان بقى وبدأت احط المية واحدة واحدة خالص لغاية ما الخليط بيتضاعف حجمه كده زي ما حضراتكم شايفينه وبيملى البولة. لازم الخطوات دي لازم يتضاعف حجمه كده، لو معيليش معاكي يبقى فيه مشكلة في المحسن. ده اول حاجة كانت بتواجهني بصراحة في المحسن الجيل، ان كنت بحطه في التلاجة، وده كان غلط غلط غلط، كان بيخلي الكيكة طعمها بشع وريحتها زفرة جدا وملهاش طعم ولا اي حاجة خالص، وتطلع بايظة من الفرن. فتفادوا الموضوع ده بجد، عشان هي دي اول خطأ كنت بقع فيه. بس بقى بقسم الخليط على الصاجين دول، عندي الصاج ده مقاس 28 في 38. بفرشه بورقة زبدة كده، وبلزق ورقة الزبدة بنقط كده من خليط الاسبونج بتاعي، باخد حتة كده من خليط الاسبونج بتاعي تحت ورقة الزبدة عشان تتثبت بس معايا، وبعد كده بوزعهم بقى زي ما حضراتكم شايفين عشان يبقوا سوا واحد. وعندي الفرن طبعا شغال على اعلى درجة حرارة، بدخلهم كده على الرف اللي في النص، النار من تحت بس، بيقعدوا من 8 ل 10 دقايق مش اكتر من كده عشان ما ينشفوش. واول ما بيطلعوا بحط عليهم كده فوطة مطبخ نضيفة عشان تمتص الحرارة الزيادة وما ينشفوش مني. عندي هنا كوباية ونص من الكريم شانتيه، بضيف عليهم كوباية ونص من المية المتلجة، لازم تكون متلجة جدا، ومعلقة من الباستري كريم دي يعني بدل السكر. لو حضراتكم عايزين تحطوا سكر ممكن تضيفوا المية عليها السكر معلقة او معلقتين، طبعا ما حضرتك عايزاها مسكرة، وتضربوهم الاول وبعد كده تنزلي بالكريم شانتيه عشان السكر يبدأ يدوب يعني. وببدأ اضربها كده بالمضرب لغاية ما الخليط بيبقى معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. عندي بقى الصاج هنا بعد ما هدي خالص من الحرارة وبقى دافي بدرجة حرارة الغرفة كده، انا بصراحة سيبته قوي زيادة عن اللزوم فبرد قوي، فالمفروض هو بيتلف دافي، يعني ما تسيبوش قوي، يعني هو نص ساعة بالظبط ولفوه. انا سيبته اكتر من ساعة ونص تقريبا او ساعتين عقبال ما خلصت اللي ورايا. فالجو طبعا كان ساقع قوي لاننا في الشتاء، لو في الصيف عادي ما بيحصلوش حاجة بيفضل دافي، لان كده كده الجو بيبقى حر جدا، فالاحسن خلوا بالكم من حاجة زي كده. وبعد كده شلت وشه الملزق اللي هو بيبقى فوق الوش ده، الطبقة اللي هي الملزقة دي، وبعد كده جبت ورقة زبدة قلبته عليها وبدأت اشيل الورقة من الظهر كده بالراحة خالص، بسلك كده من الجنبين بين اليمة دي واليمة التانية عشان خاطر ما يتكسرش معايا، لانه ممكن في شيلة غلط تروحي كسرة الاسبونج لانه بيبقى طبقته خفيفة مش تخين يعني، فممكن يتكسر معاكم بسهولة. بس وبعد كده شلت الورقة كده وبدأت اقلبه، وحضرت عندي بقى الحشوة بتاعتي اللي انا بحشي بيها كل الاسبونشات. لو حضراتكم متابعيني هتعرفوا ان انا ما بغيرش مربة الفراولة، لانها بتدي طعم جميل قوي وفي نفس الوقت يعني سعرها متناسب، يعني مش غالية اوفر.
فبفرد كده طبقة خفيفة من المربى، وبفرد عليها طبقة من الكريمة. شايفين الكريمة متماسكة ازاي؟ هي ده القوام اللي انا عايزاه، بتبقى متماسكة كده عشان لما اجي الف السويس رول ما تطلعش من اليمات كتير وتبوظ مني وتخلي السويس رول متماسك حتى لو ما عملتوش بالبلانش. ببدأ امسك كده طبقة الورقة كده وبلف السويس رول بالورقة، مش بلفه بايدي. فالاحسن ان انتوا تلفوه بالورقة زي ما انتوا شفتوا كده عشان خاطر ما يتكسرش معاكم او يتبهدل. دي الحاجات شروخات بسيطة خالص لو حضراتكم خدتوا بالكم لاني سبته كتير زي ما قلت لحضراتكم من شوية، فالاحسن ان انتوا تلفوه دافي. فبعد كده باخده على الفريزر وبقعده 3 ساعات عشان يتمسك معايا. هنا التاني انا لفيته برضو بنفس الطريقة بالورقة، بس ده ضغطته بالبلانشة بتاعة المطبخ بتاعتي. جبت بقى ببدأ ان انا احطه كده على طرف الورقة وبتني الورقة عليه، بخلي طرف الورقة اللي يمتي انا عليه من فوق زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، وبجيب بلانشة وببدأ احط البلانشة كده او اقطع اي حاجة مستطيلة، وببدأ ان انا امسك الورقة من تحت وبضغط كده عليا 3 مرات او 4 مرات زي ما حضراتكم عايزين، وبقفله كده وبحطه في الفريزر بقى هو كمان 3 ساعات. عندي هنا الشوكولاتة دي بدرجة حرارة الغرفة. ببدأ ان انا عندي مقشرة البطاطس كده، ببدأ ان انا اعمل بيها شوكولاتة بتدي اشكال طولية كده حلوة. وعندي برضو لو مش عندكم او مش عايزين تعملوا بالقشار عملتلكم بالسكينة عشان تعرفوا هي سلسة جدا يعني. بس انا كملت بالقشار عشان بتبقى تخينة شوية ما بتبقاش خفيفة زي السكين بس. وبعد كده بعد ال3 ساعات ببدأ اجيب بقى الاسبونج عندي وببدأ ان انا اجلسه بالكريمة بتاعتي. هنا الشروخ زي ما حضراتكم شايفين اللي انا قلت عليها، بس الحمد لله ما كانش حاجة وطري جدا وما كانش يعني في اي حاجة خالص وكان طعمه تحفة. بدأت اجلس كده زي ما حضراتكم شايفين الكريمة على السويسرول بتاعي، واساوي كده بالاسباتيولا او بالاسكرابر اللي هو البلاستيك اللي هو الصغير اللي بيبقى معاه المشط والحاجات بتاعه تزيين الكيك ده، فالاسهل ليكوا اعملوا بيه عادي. وببدأ عندي المشط بعمل اي بالسنون اللي هي التخينة دي، ببدأ اعمل اي اشكال تعريج عايزين تعملوها طولي براحتكم بس كده. وبعد كده عندي مية سخنة وعندي الترانش بتاعي بحطه في المية السخنة، وببدأ انزل نزلة واحدة وبطلع السكينة لبره، بسحب السكينة لبره نازلة واحدة كده زي ما حضراتكم شايفين، واسحب السكينة لبره ما طلعهاش تاني عشان ما تلحوسليش السويس رول. بنزل نازلة واحدة وبطلع لبره واحط الترانش في المية السخنة واقطع برضو بالترانش كده، وهكذا بقى لغاية ما بخلص كل الكمية اللي معايا. وبعد كده عندي جناش شوكولاتة وبزين بيه، ده الجناش اللي انا عملته معاكم في فيديو الكيك اللي بدون بيض، هسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ببدأ ازين كده خطوط رايح جاي رايح جاي على كل واحدة سويس رول. وعندي هنا الكريم شانتيه بالراحة كده بعمل روزيتات، بلف ايدي كده زي ما حضراتكم شايفين لحد ما بعمل اي شكل انتوا عايزين، بسيط خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن تعملوا طبعا ما تزينوش خالص، ممكن ما تعملوش تستكفوا بالسويس رول كده عادي براحتكم. ممكن تعملوا كده بدل الشوكولاتة الكريسبي، انا وريت لكم برضه عشان اللي مش عنده شوكولاتة. ببدأ كده ارش شوكولاتة على الوش كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا التزيين ده بيرجع لحضراتكم براحتكم، اللي عندكم حطوه. وبعد كده بجيب بقى بشيل البتاع بالراحة عشان خاطر هو مش محطوط في فريزر، انا ما دخلتوش تاني الفريزر، استكفيت بالمرة الاولانية بس لاننا في الجو كان ساقع طبعا مش محتاج فريزر تاني. فبالراحة عشان بس الكريمة ما تتلحوش من ايديكم. بحط كده برضو شوكولاتة البونبوني اللي هي الصغيرة دي بحطها فوق الوش، والتاني برضو زينته بنفس الطريقة. وبدأت اضيف عليه بقى برضو بحط الروزيتات كده، وبضيف عليه اللي هو الفورماسيل اللي هو شكل نجمة ده. فالتزيين برضو براحتكم خالص. ووريت لكم طبعا زي ما احنا متعودين بوريكم طبعا الشكل بتاعه والقوام وكل حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بقطعه طري جدا هش جدا جدا بجد، من احسن الوصفات اللي ممكن تعملوها. وطبعا بالسبونش البيتي انا ما بشتريش الجاهز خالص لانه سعره مبالغ فيه بصراحة، ما بقيتش اجيبه من زمان قوي. فجربوا الطريقة دي وبالدقيق العادي عملنا احلى سويسترول اقتصادي ممكن تعملوه. وبقول لكم كل حاجة بتحصل معايا بمنتهى الامانة والصراحة عشان خاطر ما تبص منكم خامات لا قدر الله وتعرفوا الاخطاء اللي انا وقعت فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واتمنى تجربوه بنفس الطريقة. وكده الفيديو بتاعي خلص، دمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامة.